السعادة الذاتية، ازاي تكوني مبسوطة وانتي لوحدك. كتير مننا بيحس ان هو دايما لازم عشان يكون مبسوط لازم يكون في ناس، لازم يكون في حد حواليه، لازم يكون معاه شريكه، لازم يكون في حد بيشاركه في الحاجات اللي هو بيعملها. صباح الخير او مساء الخير ايا كان الوقت اللي وصلك فيه الفيديو ده. لو مهتمة كملي معايا الفيديو. السعادة الذاتية، زي ما قلتلك، في كتير مننا دايما بيبقى شايف ان هو عشان يكون مبسوط لازم يكون في حد بيشاركه في فعل او نشاط اللي هو بيعمله، او قاعد معاه حتى بيبصله بيتنحله بيكلمه، ايا كان الفعل لازم يكون في حد وخلاص. في ناس ساعات بتبقى خايفة تقعد مع نفسها تواجه نفسها، خايفة من الدوشة اللي جوه دماغها. فانا هشارك النهاردة معاكي شوية خطوات عشان نعملها عشان تقدري تستمتعي لوحدك. اول حاجه لازم تقبلي الوحده، يعني ما تبصلهاش بنظره سلبيه، بصلها دي فرصه. هقعد لوحدي، هقعد مع نفسي، هتكلم مع نفسي، هناقش افكاري، هسمع صوتي اللي جوه، هشوف، هرتب دماغي، هرتب الدوشه اللي جوه، هدخل انضف وش جلانس كده جوه دماغي. آه فرصه استرخي بعيد عن الناس، يعني بعيد عن دوشه الحياه. ده يوم لنفسي، يعني اللي هو ده الوقت بتاعي. يعني هواياتك دي فرصة ذهبية ان انت تمارسي هواياتك، سواء بقى ان انت ترسمي، تنظفي، تقري، تسمعي موسيقى، ترقصي، تطبخي، تزرعي، تعملي الحاجة اللي انت عايزاها، بطة في السقف، واقفة على دماغك. دي فرصة ليك ان انت تعملي حاجة انت بتحبيها من غير مراقبة، من غير احكام، من غير انا بحب ده انا هعمله دلوقتي. او انك تكتشفي انت عايزة تعملي ايه او بتحبي ايه، او ايه الحاجة اللي انت بتحبيها، تحسي الوقت عدى وما خدتيش بالك، وده هيريحك. دلعي نفسك، يعني احضري مثلا حلقة مسلسلك، شوية لب، كوباية قهوة، شاي، ايا كان، شاي بلبن، سحلب، اللي انت بتحبيه، مش هنختلف دلوقتي. اشربي اللي انت عايزاه. يوجا، تسمعي موسيقى، تعملي روتين بشرتك. يعني دي فرصة، صدقيني 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 هيجي عليكي وقت هتبقي مستنيه اللحظه اللي انت قاعده فيها مع نفسك، مع حالك، تقعدي لوحدك. فانت دلوقتي في نعمه، قدريها. مارسي الامتنان. الحياه، حياتنا مليانه نعم. صدقيني صدقيني صدقيني، كونك بتتكلمي، بتاكلي، بتشربي، عايشه في بيت لوحدك، عايشه في بيت ليكي سقف امان، في باب بيتقفل عليكي، حاجات كتير قوي ممكن تكوني ممنونة ليها. الامتنان، سجلي الحاجات دي في دفتر، لان انتي لما تشوفيها قدامك وتحسي فعلا بالامتنان. اولا يعني لئن شكرتم لازيدنكم، لا مش عايزه اقول كده، يا رب اكون قلتها صح. انت فاهمه قصدي، اللي هو الشكر انت تشكري وتحمدي وتحسي بامتنان، ده هيزود النعم اللي عندك، وده هيخليكي تحسي بالسعاده. انا عندي ده وعندي ده وعندي ده، هيخليكي طول الوقت مركزه على الحاجات الحلوه اللي في حياتك، فده هيهدي شويه الدوشه اللي جوه دماغك. اعملي حاجات جديده. يعني انا اتكلمت في موضوع الشغف كتير، انتي تتعلمي حاجات جديده. انت تعرفي ان انا اكتشفت ان لو انتي كنت عايزه ترقصي باليه وانتي صغيره، او تكوني راقصه باليه او تلعبي باليه، دي طلعت مش حاجة ينفع تعمليها وانتي صغيرة بس، وان انتي ممكن تعمليها وانتي كبيرة عادي. بس هي كل الحكاية ان هتبقى اصعب شوية كتير عن ما انتي بدأت وانتي صغيرة، وعملت ده. يعني مش عايزة اقولك انا كنت بقيت باليرينا، بس اتمرنت وعرفت ان هو عادي عادي عادي، ممكن مع الشغل شوية مرن. انا مش حاسة ان انا تطرفت، حاسة ان انا فضفضت تحت لكم زيادة عن اللزوم. قصدي يعني ان هو ممكن تعملي حاجات جديده انت كان نفسك تعمليها وانت صغيره. شوفي كان نفسك تعملي ايه وانت صغيره واعمليه. يعني انا تقريبا رحت لعبت كوره عشان اكتشف ان انا فاهم لا، ما مش دوري، مش مكاني، ما بحبوش. دخلت في الصحافه شويه، دخلت في مش عارفه ايه شويه، قعدت اجرب لحد ما عرفت ايه الحاجات اللي انا بحبها وايه الحاجات اللي انا هكون مبسوطه وانا بعملها. انتي جربي حاجه جديده، تعرفي على ثقافه جديده، شوفي فاهمه قصدي، اللي هو اعملي حاجه جديده، دخلي حاجات جديده حياتك. والدنيا مليانه مليانه حاجات جديده انت مش متخيله. ده انت لو فتحتي بس تتعلمي كورس جديد، ولا تطوري من نفسك، ولا تشوفي كتير، ولا تعرفي عن بلد جديده مثلا، ثقافات، حاجات، فاهمه قصدي، تاخدي منهم عادات، تعرفي عنهم. الدنيا مليانه حكايات وحوارات وثقافات وحاجات كتير قوي. يعني في حاجات كتير قوي تقدري تملي بيها الوقت ده، وان انت قاعده لوحدك مش مرعوبه ان انت حد يسيبك
لوحدك او ان انت تتقابلي مع نفسك وتقعدي معاها كتير. وافتكري دايما ان السعادة مش بان انت معاكي مين او قاعدة مع مين، السعادة او بعدد الناس اللي حواليك، السعادة برضاكي عن نفسك عن حياتك. انت تستحقي ان انت تكوني شخص سعيد ومبسوط، فحاولي انت تشتغلي على ده وتقدمي نفسك فعلا تستاهل. حاولي ان انت تقدمي لها السعادة دي لوحدك في رحلتك انت، من غير الاستعانة بحد، من غير ما تحسي ان انت بالفقد او ان انت بالوحدة او بالملل، لمجرد ان انت قعدتي مع نفسك. صدقيني ده افضل صديق ليكي ان انت تقعدي معاه وتتكلمي معاه وتطوريه وتناقشيه وتتصالحوا على بعض وتتصاحبوا على بعض. وصدقيني مع الوقت هتكتشف ان دي حاجة حلوة قوي وهتفتقديها لما يكون ما عندكيش وقت. شاركيني في الكومنتس ايه الحاجات اللي انت بتحبي تعمليها لنفسك وفعلا بتحسي ان انت سعيدة، عشان اجربها يمكن تعجبني وغيرك يجربها. شكرا على وقتك الثمين ان انت شاركتيني بيه. اتمنى ان يكون الفيديو عجبك. لو عجبك الفيديو اعملي لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. شكرا.